العلاقة بين أي اتنين هي بروسيس معقد جدا، بيحتاج وعي ودراسة وإدارة للمواقف والسيتويشنز الكتير اللي بتحصل ما بين أي اتنين في الكوكب اللي احنا عايشين فيه. عشان كده احنا قررنا النهاردة نشوف أو نسلط الضوء على أهم وأعظم وأكبر المشكلات اللي ممكن تسبب في يوم من الأيام انتهاء أي علاقة أيا كان شكلها إيه، هل هي أسرية، زوجية، علاقة ما بين أب وابن، علاقة ما بين اتنين صحاب، سواء كانوا اتنين صحاب ولاد أو اتنين صحاب بنات أو ولد وبنت. جينا نسلط لكم الضوء النهاردة. فنحب بقى في البداية نقول لكم أهلا بيكم في حلقة جديدة مع عشري وهشام من حلقات بودكاست على الطريق. قول لنا بقى يا هشام، في وجهة نظرك يعني ايه اهم المشكلات اللي ممكن تكون بتسبب انتهاء اي علاقة ما بين اي شخصين؟ وبالاخص طبعا هنسلط الضوء، لا ننكر يعني ان احنا كلامنا الاساسي جاي على العلاقة ما بين شخص راجل وست. اول حاجه يعني اهلا بيكم كلكم اللي بيسمعوا، الناس اللي بتسمعنا. تاني حاجه انت بتسالني في موضوع يعني احتاروا فيه العلماء، يعني هما لو كان موضوع يعني ليه ملكه او ليه قاعده معينه كنا ناس كتير قوي ارتاحت. هو لغز احنا كل الناس بتحاول تحله، او الدنيا كلها بتحاول تجيبه يمين وشمال عشان يبقى ليه ماسكة زي ما بيقولوا. بس هو ملوش قاعدة معينة. يعني أنا من وجهة نظري كل علاقة أو كل ريليشنشيب بيبقى ليها يعني مشكلة معينة أو ليها جانب معين. مفيش حاجة أو مفيش مشكلة ثابتة عند الناس كلها. بيبقى في حاجات كومن، يبقى في حاجات شبه بعض، بس ما تقدرش تحط ايدك على حاجة يعني سبب معين هو يقولك السبب ده بس اللي بينهي علاقات. لا، هو في كذا حاجة منهم ممكن نبدأ نتكلم عليهم حاجة يعني. حلو جدا. انا بالنسبة لي وممكن ابدأ بأول حاجة نتكلم فيها هي الكوميونيكيشن، هي الكلام. حاجات كتيرة قوي او علاقات كتيرة قوي بتبوظ عشان lack of communication، عشان ان احنا الطرفين او الراجل والست عامة بيبدأوا العلاقة، بتبقى العلاقة وردية والعلاقة جميلة يعني بيبقى الدنيا لسه لطيفة وفي الأول لسه كلها فرحة البدايات والكلام ده بالظبط. وبعد مرور الوقت بيبدأ الاتنين أو من جانبين مش بيتكلموا أو مش بيعبروا عن إحساسهم اللي هم بجد حاسينه، عشان كل واحد بيبقى خايف ان انا لو قلت كده ده ممكن يزعل. وانا شايف او من عن تجربة او من احنا بنشوفه او الافلام او كل الكلام ده، ان هو يا جماعة طب لما تشوف اتنين بالظبط، لما بتشوف اتنين بيتكلموا مع بعض او بيتفاهموا مع بعض، اللي هو لو في مصيبة اي طرف من الطرفين الراجل او الست بيجي يحكيها والتاني يتفهم، يحاول يبلعها ويقول له هو بجد حاسس ايه من ناحيتها، بنشوف ان هو ايه ده، هو فعلا في اتنين كده، يعني في علاقة كده في الحياة. فبتبدأ تستعجب وتبدأ تقول طب انا ليه ما عملش كده. فانا بالنسبة لي سبب من الاسباب الرئيسية الكلام، الوضوح، يعني اللي كل واحد بيحس بحاجة بيقولها. فده هيلخص علينا كتير قوي من المشاكل اللي هتترتب على عدم الكلام او عدم اللي انت تقول فعلا انت حاسس بايه، عشان انت حلو قوي. يعني نقدر نقول ان اول مشكلة واكبر مشكلة بالنسبة لك من وجهة نظرك ان طرف ما بيتكلمش او طرف ما بيسمعش، وده بيسبب مشكلة في التواصل ما بين الاتنين، وده اللي بيؤدي في الاخر انا لسه كنت جايلك في حتة السمع. انا قصدي معنى اصح ان الاتنين ما بيكونوش كتاب مفتوح للتاني. بمعنى ان
ان يعني لو رحنا قدام شوية كده ان بعد ما يعني هم اتجوزوا في علاقة قعدت سنة سنتين، مع الوقت بيبدأ ايه، بيبقى كل واحد لو في مشكلة حصلت، حاجة ما اتقالتش او موقف معين حصل، فطرف من الطرف، اي حد من الطرفين، يعني انا مش بسلط الضوء على الراجل او الست، لا انا قصدي يعني لو من الست او من الراجل، اي طرف منهم بيبقى خايف يروح يحكي ان الموقف حاجة شبه دي حصلت، خايف ان الموقف تاني من رد فعل شريكه او البارتنر بتاعه. فبالتالي بيقول لك لا 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 خلاص بقى، وانا طب ما لو فتحت الموضوع ده هفتح على نفسي موال. طب ليه؟ ما هو انت ده ما انت مش عارف ايه اللي ممكن يحصل، ما هي ممكن تعرف من بره او ممكن هو يعرف من بره، فتبدا بقى يترتب عليهم بص تانية خالص، تبدا مخبي عليا ديت فاكيد بيخوني، بالظبط مخبي عليا دي بيقابل واحده تانية من ورايا، بالظبط يترتب عليها بقى تراست ايشوز، يبقى هو مش واثق فيه، فتبدا بقى بتهدم حاجات بدل ما هو الموضوع بسيط، وممكن الموضوع يبقى اهبل، وهي او هو هيبدأ بقى يبني جوه دماغه افكار تانية، وهو الموضوع اصلا مش كده. فبنرجع ونقول تاني، سبب من الاسباب اللي بتترتب عليها مشاكل كتير الكلام، يعني الكونكشن اللي ما بين الاتنين. حلو قوي. طيب في حاجة تانية برضو كنت يعني صدفتني ما بين شخص والتاني، او ما بين راجل وست زي ما احنا بنتكلم يعني. طبعا انت عارف احنا في مجتمع عربي وشرقي، والراجل هو سيد المجتمع والسيد في البيت وبره البيت والكلام ده كل ده اوكي. مع مبدأ بقى السترونج اندبندنت وومن اللي بدأ يطلع، وان الزوجة لازم تشتغل عادي مش علشان تساعد جوزها حتى لو في راحة مادية والكلام ده كله، بقت عايزة تشتغل عشان تلاقي شخصيتها. وانا متفق جدا ان دي حاجة مهمة واساسية ولازم تحصل، ان اي ست في الدنيا لازم تاخد فرصتها وتشتغل وتعبر عن اللي جواها وتحقق اهدافها وغايتها في الحياة، غير ان هي تكون ام وزوجة. ف يعني اعرف بعض الكاركترز او بعض الشخصيات اللي بيبدأ يقول بعد ما يخلف مثلا، لا انت ما تشتغليش، انت ما ينفعش تشتغلي، انت شغلك الاساسي والهام والاول والاخير هو تربية اولادك. وده مبدأ حلو وكل حاجة، بس ممكن تكون الست ليها رأي تاني، يعني ممكن شريك، يعني انا كراجل ممكن يكون ده رأيي، بس الست اللي معايا اللي انا بحاول اعززها واعلي قيمتها واخلق منها تكون هي سيدة المنزل وتربي عيالي على نهج سليم، ممكن تكون ليها رأي تاني مختلف، ممكن تكون حابة ان هي يعني تلاقي ذاتها تحقق هدف معين. فهل انت متفق في جزئية ان الراجل لازم يدي المساحة برضو للست في ان هي تختار بص ولا لا؟ الكلام انت بتقوله ده طبعا صح، وهو اصلا الكلام ده موجود في مجتمعنا من زمان، يعني من زمان الست دايما بتشتغل عادي، الست ليها ايدنتيتي عادي، بس هو احنا في مسميات جديدة طلعت لسه طالعة على الساحة يعني بتحاول ان هي الناس كلها بتحاول تسلط الضوء على حاجة، او احنا لو بدأت تبص بقى في ناس كتير قوي اللي هو حقوق المرأة وانت لازم تعملي، فانت تحس ان هما بيزقوا الستات عامة ان هما يخربوا الدنيا، او اللي هو ايه، لا روح اعملي كذا روح. انا مش ضد ده، بالعكس انا ضد ان الست تشتغل، وضد ان هي تعمل كيانها وتعمل كل ده عشان ده الطبيعي، يعني هي برضو من حقها. ضد ده ولا مع ده؟ انا قصدي معاه، انا اسف، انا قصدي مع ان هي يبقى ليها شغلها وكيانها وحياتها وكل الكلام ده، عشان ده إن هي ده بالظبط، ده عشان ده الطبيعي اصلا، احنا من زمان وده اللي بيحصل، يعني ده اللي عادي بالظبط. وعلى فكرة على الصعيد الاخر برضو هتلاقي الزوج هو ليه دور كزوج وليه دور كأب في حياة الأسرة، وفي نفس الوقت هو ليه دور كعائل للأسرة والشخص اللي بيشتغل وبيفكر في إدارة كل حاجة جوه البيت والأوبتمايزنج والأبجريد اللي عايز يعمله في حياته واللي وقادر برضو يواكب كل ده. الرجال قوامون على النساء ومقر 100%، دي عندنا في القرآن آية كريمة يعني.
ولكن يعني I think ان الراجل بيقدر يعملها والست برضه تقدر تعملها. انا جميل، ما هو ده انا كنت جايلك عليه. هو طبعا الست بتعرف تعمل كل حاجه والكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله ده، بس الفكره كلها هترجع تاني لاول بوينت كنا بنقولها، هو الكونكشن، الاتفاق. او انت، انا ضد ان بصراحه الراجل او الشخص الراجل اللي هو بيغير كلامه بعديه. انت المفروض من اول يوم انت هتشتغلي، انت عايز تشتغلي تمام اشتغلي، انا هساعدك في ده وهدعمك في ده وهزقك انك تبقي احسن. بالعكس، عشان هي الست او الزوجة او شريكتك لما بتعلى معاك او بيبقى هي ليها كيان، بيبقى ده يعني من برضه من ضمن الريسورسز بتاعتك، مش ريسورسز يعني. ده من قيمتك يعني، او ده من فخرك، تبقى طبعًا. انت فخور طبعا بالست او بالشريكه اللي انت معاك، ان هي بتعمل وبتعمل وبتعمل وانت بتعمل وبتعمل وبتعمل، وفي نفس الوقت انتوا الاتنين قادرين لحد ما تمشوا البيت وتربوا العيال وتعملوا اكيد بيبقى فيه دروب داونز، واكيد فيه بيبقى ايام مش احسن حاجه وفي خناقات وفي حاجه، بس هنرجع ونقول تاني لو في بقى هنا كوميونيكيشن سليم، انت لو الاتنين ماشيين مع بعض او متفقين مع بعض، ممكن يكون هو بيعمل حاجات مش يعني ساعات بتضايقها وهي بتعمل حاجات بتضايقها، بس لما بيرجعوا يتكلموا، لا احنا كنا متفقين هنعمل كذا، انت النهارده هتعمل كذا، انا النهارده هعمل كذا، الدنيا بتمشي، فاهم؟ فعشان كده برجع اقول لك لا بالعكس، هي الست من حقها ان هي تبقى ليها كيان وليها شغلها عشان ده اصلا ده هيلثي ليها، ده صحي ليها هي، عشان هي في الاول في الاخر لما ترجع كده يمر بيها السنين تبقى لا انا عملت وسويت وبتاع، زي ما الراجل عمل وكبر وسوى، فهم الاتنين زي ما تقول بنوا البيت مع بعض، فاهم؟ فبالعكس انا بأيد ده، بس انا ببقى ضد يعني شوية كلمة عنيفة، بس انا ضد الناس اللي هي بتحاول تعنف الناس او الستات بالذات، ان هو لا انت لازم تعملي كده وانت لازم تروح تتخانقي معاه وما تخليهوش يعمل كده. بحس ان هو احنا بقينا في حرب. يعني بدل ما هو احنا بنحارب بعض مش مع بعض. يعني هو احنا في البيت الفكرة كلها ان احنا مش فريقين، انت فريق واحد بس بتحاول ومدافع بالظبط بتحاول ان انت تمشوا البيت مع بعض، عشان انتوا الاتنين بتحاربوا في نفس المعركة. ما فيش حد بيحارب وسط يعني واحد قدام واحد، مين مستني مين يعمل غلط، فاهم؟ لا انتوا الاتنين بتحاربوا الحياة سوا عشان تجيبوا جون في الدنيا، مش تجيبوا جون في بعض. بالظبط. هو انت كده اقول لك كده في الاخر لما بتوصل ان انت بتتجوز، انت هدفك ان انت تعمل هدفك ايه من الحياة دي كلها؟ ان انت تعيش حياة سعيدة. هو ده الجول اللي كلنا بنجري وراه في الاول وفي الاخر. يعني سيبك بقى من كل الهري بقى وسترونج اندبندنت والراجل ده قوي وضعيف، هو الدنيا كلها بتلف ان انت تبقى بيت سعيد مبني الناس الزوج والزوجة مبسوطين مع بعض، بيربوا عيال سويين، الراجل العيال عارفين دينهم، عارفين اخلاق، عارفين ايه العيب وايه المش عيب. ده الجول بتاعك، ده الكور الاساسي بالظبط، ده البيز اللي انت عايز تبنيه لاولادك، عشان انت بعد فتره هما بيكبروا زي ما احنا بنجبرنا وترك كل واحد بيشوف حياته، ويبدا علاقه جديده بالظبط، كل واحد بيشوف حياته. فهو ده المين اوبجكتيف اصلا من القصه كلها. فبالعكس انا شايف ان لا، يعني لازم الست يبقى ليها دور طبعا، شغلها وكاريرها، والراجل يبقى ليه كارير، بس هي التفاهم ازاي هنمشي البيت. وطبعا في كل بيت فيه مشاكل، اكيد المشاكل مش هي المشكله يعني المشاكل ما بين الاثنين مش هي المشكله، ما يترتب على مشاكلهم هو ده اللي بيعمل المشكله. بالظبط. طيب نروح لحته كده ايه يعني لايت شويه في موضوع العلاقات، يعني ما بين اي راجل وست. في معلش قبل ما نروح، كنت انت قلت لي على حاجه، انت كنت بتقول لي على الراجل الشرقي. في بوينت انا يعني هسألك فيها، يعني هو فكرة الراجل الشرقي عامة، او احنا بنتكلم على الراجل الشرقي، الراجل عامة بيكون
احنا في عادات يعني احنا اتربينا على فكرة ان ما ينفعش راجل يبان ان هو غلطان او يكون هو غلط يعني حقيقة ويرجع يقول انا اسف. ففي ناس كتير قوي كلمة انا اسف دي ما بيعرفش يقولها، او فبيحاول يعني ايه بدل ما يقول انا اسف يحاول يعني ايه يطبقها بتصرفات. فالستات مش بتفهم ان التصرفات دي معناها انا اسف. بالظبط، هو ده على فكرة يعني ده تكوين الراجل كده. ما بنعرفش نعتذر لكن نعرف نعبر عن اعتذاراتنا. بالظبط. والستات ما بتعرفش تشوف، ما هو مش يعني لازم تسمع الاعتذار بالظبط. مش فكرة كده، هي فكرة في ناس ما بتعرفش تعمل، وترجع برضو للكونكشن، يعني ترجع برضو ان الست بعد فترة بتبقى فاهمة الراجل، يعني بتبقى فاهمة البارتنر بتاعها ده قصته ايه، هو بيعمل كده عشان بدل ما يقول انا اسف ودي نفسه يعني. وبالظبط. ودي مثلا يعني والفكرة دي مثلا ممكن ترجع لمثلا ايه خليها 80% من الرجال. فاحنا فعلا احنا ده العيب عندنا، ان في ناس كتير قوي بتستكبر تقول انا اسف. دي حقيقة. وده مش عيب اللي انا اطلع اقوله احنا كرجال، ده مش حاجة حلوة. عشان انت كلمة انا اسف دي مش هتصغر منك. اقسم بالله الراجل اللي بيعتذر للست اللي معاه، اقسم بالله ده ارجل بني ادم في الدنيا. ليه؟ عارف ليه؟ لان زي ما انا قلت لك من شويه، هو تكويننا احنا يعني تكويننا النفسي كرجال، كمعشر رجال كاملين كده على بعض، تمام، ما عندناش حته ان احنا نطاطي ونكسر انفنا زي ما بيقولوا، ونبقى غلطانين، نعترف ان احنا غلطانين. يعني فاللي بيعترف ده انا بس عايز اقول لك اقوى من اللي ما بيعترفش اصلا. يعني هو مش فكره نطاطي، هو فكره ان انت تبان ضعيف. يعني نطاطي دي هنكبرها شويه، انت كده في البيت فانت بتبقى خلاص زيتنا في دقيقنا يعني، بس انت بتبقى صعبه قوي على الراجل ان هو يعني يبان قدام مراته او حبيبته او البارتنر بتاعه ان هو ضعيف. ايوه، ما دي النقطه اللي انا بكلمك فيها. هو اصلا لما هيعتذر 100% هو هيبان قوي مش ضعيف. بص، انت لو ما اعتذرتش هتبان ايه؟ انت شايفها من وجهه نظرك، او ان الرجاله بتشوفها من وجهه نظرها ان هو قوه وضعف، صح؟ لا، هي الست اصلا ما بتشوفهاش كده. هي الست بتشوفها حقاني ولا لا، هيجور على حقي ولا لا، هو غلط فيا ما جاش اعتذر لي فبالتالي ما ادانيش حقي اصلا. تمام. ده كون ان الراجل ما يديش حق، ما يوفيش حق، ده الا في رجولته. عشان كده بقول لك هو بيبقى ارجل. تمام. هيظلمني ولا مش هيظلمني؟ ده ظلم ليها. بالظبط. فاهمني؟ يعني لو احنا بنبص للموضوع من وجهة نظر الرجل الشرقي، لا، فالرجل الشرقي اصلا يعتذر بالنسبة لدينه وتربيته واخلاقه والكلام ده كله، المفروض انه يعتذر. تمام، رفقا بالقوارير. ما انا فاهم كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ما هو ده اللي بقوله لك، يعني هي حاجات كتير قوي. ما بقول لك، ما هي الحته دي اللي انا بكلمك فيها، ان احنا يعني انت لما قلت الراجل الشرقي دي اللي جه في دماغي يعني، بس قبل ما تخش في حته ايه، احنا فينا الطبع ده. وده برضو بيبقى لما الراجل نفسه ما بيعتذرش او ما بيقولهاش صريحه انا اسف، فالست بتاخدها وبيعمل يبدأ بقى يتصرف، يبدأ بقى ايه، يعني يعمل تصرفات تدل ان هو آسف بس مش بيقولها صريحة، فتبدأ الست تاخدها كتراكمات. ده عملت وعملت 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 وحتى ما اعتذرش. فاهم؟ فبتبدأ من هنا تيجي التراكمات اللي بعد فترة بقى ايه، بعد ما يبقى في مشكلة تبدأ ايه الانفجار بقى، هنا يحصل الانفجار ده عملت فبتبدأ نعد على بعض. فاهم؟ فدي ركن اساسي احنا فعلا لازم نتاكله او نتكلم فيه، ان زي ما احنا كرجاله بنقول هما بيرغيين ومش بينقوا الوقت اللي بيطلبوا فيه وبيطلبوا طلبات وبيعملوا، احنا برضو لازم نقول الحق. فاهم؟ احنا طالعين بنتكلم بندردش بس. فدي بوينت انا بشوفها فعلا، اللي هو انت هيخس عليك ايه لو قلت انا اسف، انا غلطان في 1 2 3. ومش لازم يا عم تقولها انا اسف، لا يا عم، ما تزعليش مني على اللي انا عملته. ما هي الفكره كلها، هي الفكره بسيط. ما هي الفكره كلها في كده يعني. هي الفكره كلها ان انت تديها حقها، ويبقى انت فاهم ان هي زي ما انت بتتعصب
وليك طاقة، هي برضو بتتعصب وليها طاقة وممكن تزعق. فانت احنا عبال ما بنوصل للتركيبة دي بالظبط، بنكون ضيعنا كتير قوي، كتير قوي سنين بقى، فاهم؟ وبنرجع نندم ونعيط بعد كده. والله يا جدعان يعني الستات اللي مفكره ان الرجاله ما بتحسش ولا دموعها ما بتنزلش ولا مش عارف ولا ما بيندموش على اي علاقه ولا اي حاجه من الكلام ده، بجد انتوا غلطانين بجد. وانتوا نفسكم ليكوا حق على نفسكم في الاعتذار لنفسكم، عشان فاهمين الرجاله اللي حواليكوا غلط. الراجل على فكره عنده كميه ايموشنز قد الست 6 مرات 10 مرات 20 مره 200 مره يعني. بلاش قدها زيها بالظبط، يعني بلاش نبالغ، ما تقولش قدها ماشي، علشان ما يتقلبوش علينا يعني، ما فكروش ان احنا متحملين للرجاله، مع ان الحلقه كلها احنا في صف الستات يعني. فلو جه راجل قال يعني، لو جت ست قالت انتوا في صف، مش فاهم يعني، بغض النظر. طيب دخلنا في الكلام العميق جدا، تمام، وقلنا حاجات لطيفه كتير مهمه، بس برضو في حته لايت كده، ايه انت خدتني منها، فانا عايز ارجع لها تاني. فنضرب الدبل كيك بتاعنا اللطيف، تمام، ونرجع فلاش باك سريع كده. اخبار الحب ايه يعني؟ مش سمعت كلنا عشنا قصص حب فاشله، الحب الاول ما بيكملش والكلام ده، وشوفنا بعينينا ناس كتير ما كملش معاها، واحنا عشنا التجربه، وفي نفس الوقت شوفنا ناس تانية كانت بتحب واتجوزت عن حب. لكن خلينا نقول ان هل الحب معيار لتحديد ان العلاقه دي هتنجح ولا هتفشل؟ على فكره في فريقين يعني، من وجهه نظري او من اللي انا شايفه، ان في فريق بيقولك ان الحب مش هيكمل حتى لو اتجوزوا او مش هيتجوزوا، وفي فريق تاني يقولك ان يعني العلاقه اللي ما اتبنتش على حب هي اللي مش هتكمل، تمام، وفريق بيقولك العلاقه اللي ما اتبنتش على حب هي اللي هتكمل، والحب يجي بعد الجواز. والحاجات افلام هندي، والواحد لما بيقعد يفكر فيها او يقول فيها راي حاد وصريح وصارم، يلاقي الضد جاي له على طول. يعني ايا كان اختيارك من الاربعه هتلاقي الضد جاي لك. بص، هو دي ده هنرجع ونقول برضو ان قصه يعني العلاقات عامه ملهاش كتالوج، ملهاش زتونه، مفيش خلاصه، ملهاش كتالوج. ولو كده كان فاهم رياح الناس كتير قوي ارتاحت. عشان كده بقولك كل علاقه او كل ريليشن شيب بيبقى ليها قصتها، ليها معاييرها ومحدداتها بالجوانب بتاعتها، في حب مفيش حب بالظبط. هي كل قصة ليها حدوتة بتاعتها لنفسها. بس هنرجع ونقول الحب مهم ولا لأ؟ أنا بالنسبة لي طبعا مهم، عشان الحب يعني لما أنت بتبقى في ريليشن أو مع حد عامة أنت بتحبه، ده بيترتب عليه حاجات كتير قوي. يعني الحب بيجي انت بينزل تحتيه حاجات كتير قوي، عشرة، مودة، نعرف نعدي لبعض حاجات كتير، في اسباب نتحمل عشانها يعني. بالظبط. ترجع تقول لا انا الشخص ده انا باقي عليه، فلو ايا كان اللي حصل بتعيد الحسابات تاني. يعني كلنا بنغلط، احنا رجاله بنغلط والستات بنغلط، ايا كان بقى، الستات بتعترف ما بتعترفش، الراجل ما بيعترف ما بيعترفش، احنا الاثنين بنغلط، مفيش حد ما بيغلطش. عشان لو الناس بتقول يا ما بغلطش ده مستحيل، مفيش حد ما بيغلطش. اي علاقه باظت بيكون في غلط من الطرفين. مين غلطان اكتر من مين مش دي قصتي، انا مش بتكلم مين غلطان اكتر من مين، بس انا بتكلم ان في غلط، يعني ده غلط وده غلط، ايا كان بقى. ونشوف بقى بعدها ايه الحدوته بتاعتهم ايه، وساعتها نبقى نشوف. بس هو لازم يكون في غلط معين، وعلى اساسه الحب بيجي هنا، يعني فاهم؟ يعني تتفق ان لازم تكون العلاقه بين اي راجل وست لازم يكون فيها حب، طالما هي علاقه ارتباط يبقى لازم يبقى فيها حب. انا ما قلت مش زي ما قلت لك ايا كان الحب هيجي امتى، قبل الارتباط بعد الارتباط، هنرجع ونقول ما بالظبط، هنرجع ونقول ملهاش كتالوج. بس هي 90% من العلاقات بيبقى مبنية عن حب،
ولما مش مبني على الحب يكون على الاقل في موده او في قبول. مستحيل تلاقي اتنين متجوزين او هيتجوزوا او ايا كان مع بعض مش قابلين بعض. وهم مش قابلين بعض. صح. فده يعني مستحيل يعني، او يكون هما الاثنين في حاجه غلط، فاهم؟ ما ينفعش الاثنين مع أيوة، بعض أيوة. وهم مش قابلين بعض. ايوه يبقى ده عذاب، فاهم؟ لو انا مش قابل الشخص اللي قدامي هقعد معاه ازاي في البيت؟ فدي مستحيله. فعشان كده بقول لك لا، الحب شيء اساسي عشان هو بيترتب عليه حاجات كتير قوي، وهو ده اللي بيخلي هو ده الداعم اللي بيخلي الاثنين يكملوا. دي الرئه بتاعت العلاقه بالظبط، عشان انت بعد ما زي ما قلنا بعد ما الاول فتره الحلوه اللي بتعدي بتبدا بقى تصطدم بالحياه المرة والواقعية اللي احنا عايشين فيها. انت في شغلك، هي في شغلها، في كل الامور بتاعت الايام الطبيعية، فاهم؟ حلو قوي. طب كل كلامنا اللي فات ده كان للناس يعني اللي لسه ما عملوش مشكلة يعني اللي لسه ما وصلوش للحتة بتاعت اللي هو هنقف لبعض دلوقتي. تمام. طب لا يعني لو بيسمعنا 2 دلوقتي نفسهم فعلا مش يعرفوا هم علاقتهم بتفشل ليه. لو بيسمعنا 2 اصلا علاقتهم توجهت للفشل خالص، هي بتفشل، هي بتنتهي دلوقتي. ايه الحاجات او يعني الاكشنز اللي المفروض ان هم يكوميت، يعني يبقى فيه كوميتد ان هم يعملوها دلوقتي علشان يلحقوا يلملموا ورقهم ويكملوا علاقتهم، سواء كانوا زوجين او 2 بيحبوا بعض او ايا كانت نوع العلاقه ايه. انا في وجهه نظري هل ممكن نقول ان في سايكاتريك؟ هل ممكن نقول ان في طرف ثالث يسمع؟ بص، اب وام يتدخلوا، صحاب، يعني ايه الصح؟ بص انا شايف من وجهة نظري ان اي 2 حطهم بقى متجوزين، صاحبين، مخطوبين، ايا كان، هما الاتنين يعني احسن ناس يصلحوا العلاقة دي. عشان انا بالنسبة لي لما الطرف الثالث يخش بيكون مش احسن حاجة. يعني مش في علاقات بيبقى لازم طرف ثالث يخش يبدأ يصلحها، بس انا دايما مع فكرة ان الاتنين يقعدوا مع بعض يبقوا كتاب مفتوح تاني. بص انا معاك في ده، بس حقيقي يا هشام، حقيقي. بس هفهمك حاجة حلوة، انا هرجع اقول لك في نقطة كنت عايز اقول لك عليها. هو ده اللي كنت بقوله لك، ان انا كراجل ابدأ اسمع الست وابقى متقبل 1,000,000% اللي هي هتقوله بكل صراحة وشفافية، من غير ما هي تبقى مخبية حاجة هي مش عايزة تقولها. عشان هو ده اللي بيحصل، اللي مبوظ العلاقة، ان هي أيوة، في حاجات هي مش قادرة تكون صريحة معاه فيها. حلو، بس خلينا نقول حاجة يا شباب. علاقة الارتباط هي تقريبا علاقة اهم مشروع في الحياة. تمام. لو جيت كده رجعت وشفت الفترة مش دلوقتي، لو جيت شفت اي مشروع في الدنيا بيتبنى عشان ينجح لازم يكون ليه منتور. لازم تلاقي منتور هو اللي بيوجه الشخص الكيبل، او بيخلي شخص كيبل ان هو يميك نجاح سكسس، يخلي في قصة ناجحة. تمام. في منتور، في موجه، في مرشد. تمام. يعني انا شايف من وجهة نظري الشخصية ان يا جماعة ابوس ايديكم السايكاتريك او الريليشن شيب هيلر، البني آدم اللي مش هيكون ليه انحياز لأي طرف من الطرفين، هو بيقبض فلوس عشان يوجهنا ان احنا نعيش صح. تمام. مع بعض ونبني حياة أسرية فيها بيئة هيلثي. من وجهة نظري ان هو مهم تدخله في اي علاقة بدأت تحيد او تنحرف عن المسار الطبيعي دي. تمام. ما اعرفش انت هتكون يعني انا شايفك اللي هو ايه، انت مش معارض اكيد، بس برضو شايف ان هما مع بعض الاول. ما انا فاهم، انا الكلام ده صح، بس انا قصدي الكلام ده بيبقى ساعات ادفانسد شوية. ممكن لو 2 متجوزين ده صح 1,000,000%، ان هي الكارثة ان الناس ما بتحبش ده او بتخاف من ده. مش ما هو احنا ده اللي نتكلم فيه. هو
يعني اصل ده انت بتتكلم في حاجه متقدمه شويه، 2 متجوزين بقالهم 5 سنين 3 سنين ايا كان المده، 2 مخطوبين، فاهم؟ يعني احنا بنتكلم في حاجات ادفانسد. احنا طب انا يمكن بنتكلم انا متحامل شويه في النقطه دي علشان مجالي، فاهم ما يعني. بالظبط، ما هو ده اللي بكلمك فيه. هو صح طبعا انا شايف يعني، إنه وحاجه مش عيب. تعرف ان انا شايفه المفروض يتدخل او تحصل السيشنز دي بيفور الريل ريليشن شيب او اللي هي الجواز. يعني واحنا مخطوبين نبدا نروح لشخص يرشدنا صح. يا ابني مفيش منتور، مفيش معلم لده. يعني عمرك شفت واحد بيعلم الناس ازاي يرتبط صح؟ انا فاهم، بس بص افهمك حاجه حلوه. اللي انت بتتكلم فيه ده صعب شويه او مش عملي، عشان احنا كمجتمع مجتمع شرقي. هو ده مش بقى النقطه، ما انا جاي لك فيه مجتمع يعني. شرقي. او مش فكره مجتمع شرقي، او في العالم عامه او في كل حته في الحياه، صعب قوي تلاقي 2 لسه زي ما بتقول عصافير هيروحوا لسايكاتريك يسالوها هنتعامل مع بعض ازاي. فالموضوع بيبقى عشان كده بقول لك ده بيبقى صح وصح معاك 1,000,000%. بس ده هيكون ادفانسد شويه لما يبدا بقى خلاص هم الاتنين متجوزين، عندهم مسؤوليات، المسؤوليات كبرت، بداوا بقى يعني ايه يطقشوا في بعض زي ما بيقولوا. فاهم؟ فطبعا ده حل مثالي، بس انا بنتكلم في العموم. يعني في العموم اللي هو 2 مع بعض في مشروع جواز، في مشروع. بس انت لما بتتكلم زي ما قلنا مشروع هو استثمار بالظبط، زي ده ما بيستثمر على قد ما بتحط على قد ما هتاخد بالظبط. فعشان كده بقى هرجع اقول لك ان هما الاتنين احنا دلوقتي مزعلانين من بعض، بس هنرجع ونقول نفس البوينت اللي كنا بنتكلم فيها من دقيقتين. الحب، هما الاتنين بيحبوا بعض، فانا عشان انا بحب الشخص ده ومش عايز اخسره، فاحنا الاتنين هنقعد مع بعض نتكلم بشفافية، ومش من حق اللي يعني زي نعمل اتفاق كده، مش من حق اي حد يزعل من الصراحة، عشان هي الصراحة دي هي اللي بتخلي انك ترتاح. انت في فكرة السايكاتريك ايه؟ ان انت بتروح بيريح، بتطلع اللي قدامك للدكتور اللي قاعد قدامك او الشخص اللي بيسمعك، فانت بتحس انك انا ارتحت. فاحنا بالظبط، فلا انت بتحس ان انا ارتحت والبارتنر بتاعك قاعد ما بيتكلمش، بيسمع بس، يعني بيشغل ودانه يسمع الكلام اللي انت بتقوله، فبيترجم هو اللي انت حاسه هو بيحسه. فبتبدأ هو بيشوف الموضوع من وجهة نظره بالظبط. فيبدأ التاني بالتالي هو يبدأ يفكر ايه ده، طب ده لا ده فعلا ده انا عملت كذا وكذا وكذا، ويبدأ يراجع نفسه تاني. فعشان كده انا بقول لك الصراحة، وان هما يتفقوا ان احنا الاتنين نقعد نتكلم بشفافية رهيب، يعني ما فيش زعل، عشان هي القعدة دي اللي هترجع الماء المجاريها. فاهم؟ ان الاتنين يكونوا صراحة وتقول كل اللي جواك وكل اللي مضايقك، حتى لو هو حاجة بسيطة انت شايفها اللي هو بالنسبة له تسكت. فاهم قصدي؟ حلو جدا الكلام ده. طيب انا على فكرة مستمتع جدا بالحلقة دي، يعني يمكن من احسن الحلقات اللي احنا عملناها من يوم ما بدأنا يعني مع بعض. وارتجالية كلها مش محضر لها اي حاجة يعني، فحاجة لطيفة. طيب ان شاء الله يكون الجماهير طبعا او المشاهدين جماهير ايه، بس خلاص كبرنا وبقى لينا جماهير كمان. نتمنى من ربنا يعني في يوم من الايام، نتمنى طبعا من المستمعين بتوعنا دلوقتي ان هم يكونوا مستمتعين باللي احنا بنقدمه لهم، او بالنقاش والديسكشن معانا في الكومنتس، تحركوا معانا وتفاعلوا معانا كده، يعني ايه كأننا قاعدين مع بعض على قهوة. وده كان هدف البودكاست من اول يوم ليه يعني. ان شاء الله يا رب الناس يعجبها يعني، ان شاء الله يا رب. طيب في بقى حاجة، بما اننا لسه مخلصين رمضان والكلام ده، ويمكن الحلقة دي مبنية على احاسيسنا وانطباعنا بعد ما اتفرجنا على مسلسل الهرشة السابعة. تمام؟ والمصطلح الغريب اللي احنا سمعناه وطول المسلسل احنا عايزين نفهم ايه الهرشة السابعة دي اصلا، مش فاهمين حاجة، لحد ما أمينة خليل قالت في اللي قالت لهم، او في قالت لهم على موضوع هرشة السنة السابعة. ايه بقى ده؟ ارزع لي، اديني في الحنين بقى. والله هي مقولة هي قالتها فعلا،
بتحس كده اللي هو الكلام ده فعلا بتقولك ان هي العلاقة بعد 7 سنين الكل يعني بارتنر من البارتنرين بيتغيروا كل 3 سنين. فبيوصلوا على السنة ال7 دي بتبقى أصعب سنة ليهم في العلاقة. إن هو الراجل بيبقى اتغير وطباعه اتغيرت والحاجات اللي هو بيحبها اتغيرت وكل يعني مش بيبقى نفس الشخص إن شريكه شايف أو بالظبط مش هو بيحس مش ده نفس الشخص اللي أنا كنت معاه من 5 سنين. وهنا كان الألم اللي أنا خدته على خدي بقى وأنا قاعد اتفرج. حقيقي أنا علاقتي انتهت بعد 7 سنين. 7 سنين حب وارتباط وبص يعني زي ما بيقولوا الحب ولع في الدورة بقى، فاهم؟ مقطعين الدنيا، روميو وجولييت اللي نعرفهم، فاهم؟ تقريبا مش انت لوحدك يعني. انت لما انا برضه قعدت افكر كده يعني في نفس الرينج فهم يعني كانوا بيتكلموا يعني خلتني انا اتبرجل، فاهم؟ فهم كانوا بيتكلموا ان فعلا بعد 7 سنين بيبقى الراجل والست اتغيرت شخصيتهم مرتين. كل 3 سنين الراجل اتغير بطباعه باهتماماته اهدافه بكل حاجه بشخصيته بكل حاجه. وفي نفس الوقت الست برضو نفس القصه. فانت لما ترجع وتفكر فيها كده اذا كان انا اللي من 3 سنين انا دلوقتي اهتماماتي تانية خالص يعني فترجع لا هي منطقيه الموضوع منطق في الموضوع. فاحنا برضو يعني عايزين الناس برضو تخاف الناس اللي عايزين الناس تخاف من الموضوع ده. الناس تخاف من السنه في بعد 7 سنين قلم يا جدعان. فايه يعني في مطب حافظوا على اللي ما بينكم في مطب علشان ما يعني تعدوا المطب ده بسلام وعايزين العفشه بتاعت العلاقه ما تبص. فعايزين برضو الناس يعني تدينا رأيها هل هم متفقين مع فكرة الهرشة ال7 دي بالظبط. وده بجد سؤال الحلقة ويعني أنا حابب إن هو يكون سؤال الحلقة بالظبط. الناس تتجاوب معانا فيه وتنتراكت برضو هم رأيهم إيه برضو في الحاجات اللي بتبوظ العلاقات برضو يشاركونا. يعني ممكن يكون إحنا في نقطة وقعت مننا ما اتكلمناش فيها نطلع نتكلم فيها تاني يعني فاهم. بالظبط نقاش مفتوح يعني. ويعني زي ما احنا حاسين ان انتوا من الفاميلي بتاعتنا اللي احنا بنحاول نبنيها واحدة واحدة مع بعض وبنحاول نفتح معاكم علاقة تبقى long term relationship مش short term relationship مبنية على اي اهداف سطحية هبلة. لا بالعكس احنا طالعين ندردش ونشرب فنجانين قهوة سوا وانتوا بتسمعونا سايقين وانتوا بتسمعونا بتطبخوا وانتوا بتسمعونا بتعملوا اي حاجة في الدنيا. فنكون يعني ان شاء الله لمسين حاجه حلوه عندكم. يكون في موضوع يعني مهم او لذيذ فشاركونا وتفاعلوا معانا واحنا دايما هنكون بالرد. الموضوع مهم بنتكلم فيه ببساطه يعني. دي حقيقه. انا بالنسبه لي انا مستمتع جدا ان انا كنت بتكلم معاك يا هشام ومع حبايبنا اللي بيسمعونا. تمام اكيد طبعا. واتمنى ان احنا نكرر دايما التواجد بتاعنا معاهم. ده اكيد اللي جاي اكتر. اتمنى اكتر بقى كومنت وشير وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي بقى اللي فاهم انت ايه بتحسسك في تشجيع كده شويه تشجيع بقى عشان احنا اللي جاي يعني انا وعشري كنا لسه بنتكلم في اللي جاي لسه يعني توبكس يعني تقيله هنقعد نتكلم عليها ببساطه زي ما احنا بنتكلم كده وان شاء الله يعني هتعجبكم. مستنين رد فعلكم يعني وكومنتاتكم كده وتقولوا لنا رايكم. وانتوا برضو لو عندكم فكره لاي حلقه او اي موضوع عايزيننا نطلع نتكلم فيه طبعا ده حاجه تبسطنا يعني. ما تنسوش هتقولوا لنا علشان هي المشكله في العلاقات دايما بتكون في حاجه اساسيه. واحد ما بيتكلمش والتاني ما بيسمعش. فانتوا اتكلموا احنا هنسمع. احنا بالنسبه لنا بنسمعوا دلوقتي بنتكلم وانتوا بتسمعوا وهنستناكم انتوا تتكلموا واحنا نسمع ويبقى في بقى التجاوب الجميل ده. بجد شكرا ليكم وسعداء جدا بيكم النهارده. انا عشري وانا هشام وده البودكاست على الطريق. تصبحوا على خير.